مصر يا جماعة مش بتلعب سياسة والسلام. مصر بقالها سنتين بتلعب جيم شطرنج على أعلى مستوى، واللعبة دي العالم كله شايفها النهاردة بوضوح، خصوصا في آخر سنتين. اللي ما يعرفش فكرة تهجير أهل غزة مش وليدة النهاردة حبيبي، لا دي ورقة قديمة جدا كانت محطوطة على الترابيزة من سنين. كل رئيس جه مصر كانوا بيحاولوا يضغطوا عليه عشان يبلعها، لكن المرة دي الضغط كان مختلف، كانت جاية عافية، وكأنهم بيقولوا لمصر شيلوا أهل غزة بالعافية عندكم. بس نسوا أهم حاجة، مصر تعلى ولا يعلى عليها. مصر مش ملعب يا حبيبي، مصر هي اللي بتحط قوانين اللعبة. اللي حصل إن القيادة المصرية لعبتهم بنفس سلاحهم. هم طول عمرهم بيكسبوا تعاطف العالم بالصعبانية والمظلومية، لكن المرة دي مصر قلبت الترابيزة، سابتهم يبينوا وحشيتهم بنفسهم. العالم كله كان شايف إن ده مش رد فعل على عملية، دي إبادة ودي خطة توسع واحتلال. ولو مصر كانت اندفعت بالقوة العالم كله كان هيقف ضدها، لكن بالهدوء وبالصبر وبالتحرك الذكي العالم كله بقى ضدهم هم. دي مش صدفة يا صديقي، السيسي فهم الدرس من عبد الناصر والسادات، عرف امتى يتصدى وامتى يسيب غيره يغلط ويبان على حقيقته، والنتيجة وقف قدام مخطط التهجير وفضح الاحتلال قدام العالم، ورجع مصر في قلب المشهد كقوة إقليمية محدش يقدر يتجاهلها. بجد شابوه لمصر والرئيس السيسي، الراجل اللي فهم اللعبة كويس واللي عارف ان قوة مصر مش في الصوت العالي.